يا جماعة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنخض معاكم الجربة كده، هنعلكها. بص اللبن اللي هو نازل تحت ده واحنا بنصفي الجربة اتكب منا شوية، فهو اللي عامل الشكل اللي هو ده. كانت يعني استوت ايوه. ايدك يا ام احمد. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك ويطول عمرك ويبارك في عمر امهات المسلمين اجمعين. واللي ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة عون إفريقيا للذبائح وحفر الآبار، خروف عقيقة بالإطعام عن أسماء محمد كامل الزنبيل. اللهم تقبل منها يا رب العالمين، واحفظها وبارك فيها، واجعل هذا العمل مقبولا خالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. اللهم بارك فيها وفي أهلها، واحفظها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، واجعلها من الصالحات السعداء في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وصب عليها وعلى أهلها الخير صبا صبا، ولا تجعل أرزاقهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم احفظها أينما حلت وأينما كانت يا رب العالمين. اللهم اهدها واهد بها، واجعلها سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. وارزق البيوت القديمة اللي هي بتاع الزمان، بيوت زمان سبحان الله. شايفين شكل البيت قرب يقع يعني، أهله لسه ما بنوش. بص البيوت التانية مطقطقة كده. ده شارعنا ده، زينة رمضان وحاجات رمضان. شايفين العسل، دي زينة رمضان ما شاء الله تبارك الله. زينة رمضان دي حاجات اخويا ما يستخدمها للخيل. يعني مثلا دي عد للخيل، دي الظهرية، دي اسمها ظهرية. ده وش اللي هو معلق هنا بعيدة، ده وش وده وش. انا ما خاف اقرب يعني للحصان ده لما جايبينه جاي دمية. ودي برضو ظهرية وقاصعة، ودي رقبية، ودي وش. بص اللي هناك ده وش. صورناه والله. ده لما اعرف ما اصور يا جمال النبي، الله اكبر. دون جاي من الدرس تمام. وفترة الفراغ دي والبط بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنيجي نخض الجربة. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. الهدوم اللي غسلها النهارده على فكرة كل يوم ما يغسل يعني. بصي حتى على الحيطان بطانية. ودي البطاطين دي بيفرشوها على الأرض تحت بعد ما غسلوا ونشروا. بصوا قاعدين تحت في العنب. هنا دي الهدوم يا جماعة اللي كنا غسلها من الصبح. وفي مغسول في البحر اللي هي زي البطاطين وزي نمشي نخلص غسيل أصلا. دي بطاطين بنفرشها على الأرض عشان
شاء الله. تنزلي في الحوش بعد عنك تقولي حاطه قدام الكاميرا حاجه سوداء. هل لك سر عند الله؟ طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران. عايز ايه يا محمود؟ حدا أخذ في ايديك. طب انت نزلت وجاي تقول خليه يسجل وانت هنا برضه مش عيب عليك ايه؟ عشان الفيديوهات بتاعتي تنتشر وزي ما انتوا عارفين كده، لو اي معلومة انا عارفاها عن الحليب او عن اي حاجة مش هبخل عليكم بيها. في الاول وصل قلت لكم لو البقرة شقية هتعلفيها. لو انت لما تحلب اول مرة تحلبيها هتعلف البقرة، لو علفتيها هتقف حتى يعني ما كانتش شقية هتقربك في العليف. تمام. احنا بقرتنا لا عارفاها ما كانش هتقف. وحاجة تاني لو جيت عند الدرة الجوانية هتشلد عليها هتشافوها لما نيجي ننزل تمام يا جماعة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله. انا حلباها من عشية يعني قبل المغرب عشان احنا بنروح نصلي جام في الجامع. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل رمضان ابيض عليكم. فحلباها من قبل المغرب ودلوقتي احنا في الصبح الساعة 7 او حوالي 7:30 يعني داخلة على 8. انا علفتها من بدري سبتها كلت شوية وجيتها احلب. تمام. بصي الضرة دي لو جيتوا عندها بتطرف هذه مش بتستحمل حد يمسكها. بصي بسم الله. صور هنا يا فاتح الكاميرا حبيبي. على فكرة عايزاكم تشجعوا يوسف تدعموه كده علشان الله جدع يعني ما يحاول معايا على قد ما اقدر. لما لقينا زعلانة ان انا القناة بتاعتي لسه ما فيهاش مشتركين وكده قال يما انا بصورك وهعمل معاك لحد ما ربنا يكرمك حتى عشان خاطر يوسف حطوا لك عشان خاطر يوسف تعليق حلو كده منكم يشجع يوسف انه يصورني تاني. تمام. وانا هصور معاكم على طول فيديوهات حليب البقر وازاي تتعلم الحليب. بصي بقرتي كانت النهارده باذن الله كده هنحلب معاكم البقره الكبيره والبقره البكريه دي. فهنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله وان شاء الله باذن الله هنحلب معاكم البقره. احنا هنا كنا بنسقيهم شربت وما تكب جا هنسقيهم هنا بعد كده نبقى نحلب ان شاء الله باذن الله. دي البقره البكريه دي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عايزينكم تشجعونا كده وتدعمونا وتكملوا الفيديو للاخر. البقره الكبيره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اصلا الاضاءه جوا الحوش مش حلوه خالص. بص برا الاضاءه اللي برا دي حلوه كده. هنا مش قاوي. صلي وسلم وزد وبارك على هنا ما نلم الجلة اللي تحت المواشة والجلة عشان نعمل بقى جلة يعني نخبز بقى على الفرن البلدي. دي الجل لما يكمل لما نطلعه ينشف ننشره وننشف ونعمله نعمله يعني نخبز بقى الفرن البلدي. الإضاءة وحش. هنا كنا غاسلين الحصر هنا في البحر ومنشاه يعني موقفينها برا لما تنشف وبعد كده نفرشها زي كده. ما تشرب النونة دي ما تشرب.
هنا كنا بناخد شوية لبن في الخلاط. هنا بنغلي اللبن ده اللي بنت اخويا، يعني بنغليه كتير علشان هي طفلة صغيرة بتشرب البزازة او الرضاعة، فلازم يغلي شوية كتار. الدكتور قال لازم يغلي تلت ساعة عشان لما تشرب ما يعني لما تشرب ما يعملهاش اي حاجة، يعني لان الاطفال الصغيرة بيبقى غلط عليها ان هي تشرب لبن اللي هو محلوب من البقرة، بس لو كملت 6 شهور تشرب عادي، تغلي اللبن ده وتشرب. ده كنا جايبين فول لسه نعمل ده مش حلو. وتحت هنطلع معاكم ناخد القربة فوق. على مهل هنا منفرد له كل واحدة شوية. ده اللي مستنيين. بص ها، هنا كنا حاطين لبنات نخضهم. المية ده على فكرة احنا اللبن ده مش اما نبيعه بميته يا جماعة، ده اللبن ده اما نعمل الكشك بس وانت طيب. دي المية دي علشان اللبن لما مراه بيبقى تخين، فاحنا بنحط المية دي علشان يعني علشان يا بص ما تفضفض مخليه الغطا والبتاع ده وطايل اللبن، بس احنا مش بنقدر نيجي عندها وعلشان هي علشان ما تتهرب وهي دايره. اما نطفيها من الفيشه من هنا وبعد كده اهو ندورها. صلى على النبي صلى على النبي. شايفين بص الاضاءه بره غير الاضاءه جوا. جيب العيش. راح عمر خلاص. شاف عيال شارعنا راح تجيب العشاء بعد قبل العصر كده، لأن في رمضان مش هنعمل في الصبح. هاش شويس أو عيم يطلع الجيل عشان نعوض. اما يبقى لسه مش عارفين، ممكن يعمل حركات كده يلوش على حد يعمل، بس مش يبقى يعض يعني. بص هو البيوت القديمة اللي هي بتاع الزمان، بيوت زمان بو. بص بنعمل كيف الحصان. بسم الله خليك عندك. ودون في البحر دي الحصر اللي احنا غسلناها في البحر وخليناها تتصفى ونفرش. ولما نطلع ناخد القربة فوق اوريكم الهدوم اللي مغسولة. دون رانجيه من الدرس. تلقى سلكة اتسحب. مولفين على بعض ولا حاجة؟ يعني مش في التلاجة مش راضيين يسمنك ولا ما بارد؟ لا ده لسه رصرية صيام. بصي هما هي الرمة التخينة دي تدل على ان هم ابتدوا يعني تدخل فيهم السمنة، بس هي السمنة لما ما يسمنوا حلو تبقى الرمة صفرا كده. يعني ما عملوا عشان ايه؟ الغطا اصلا ما ينزل لتحت ما خليه.